الشهاده لله الاسم الجديد اللي اخترعته ده اسم ظريف جدا. فتحي. فتحي اسم رومانسي جميل ظريف شاعري. عرفت تضحك بيه على عقول البنات الصغيرين. اهلا بيك. الفنان اللي هنتكلم عنه النهارده هو واحد من الفنانين اللي كان عندهم حضور قوي على الشاشه، احمد لوكسور، اللي كان دايما الجمهور بيصنفه من اول طله ومن مظهره ومكانته اللي كانت دايما بتخليه مناسب لادوار النبلاء والضباط ووكلاء النيابه، الرجل الراقي او البرنس، وساعات تلاقيه عكس كل دول ويبقى زعيم عصابه. الجمهور اول لما بيشوف مسلسل او فيلم او مسرحيه بيبدا فورا يصنف الممثلين على حسب شكلهم وبنيانهم الجسماني وملامحهم، ده حرامي، ده دكتور، ده مهندس، ده زعيم عصابه، هو ده الراجل الشرير، هو ده الراجل الطيب. تخيل انك بتشوف ممثل بملامح ارستقراطيه بيمثل بكل سلاسه واناقه لدرجه انهم سموه ابن الزوات. طب انت عارف ان هو كمان شارك في افلام عالميه؟ ايوه، احمد لوكسور اللي شفناه في فيلم سلام يا صاحبي والناصر صلاح الدين كان ليه تجربه في افلام دوليه عالميه. لا، ده مش فيلم واحد، دول كانوا 4. لو اول مره تشوفنا وعايز تعرف اكتر عن حكايات النجوم المنسيين وتعيش سحر الزمن الجميل، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل علامه الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نكمل الفيديو سوا ونعرف مين هو احمد لوكسور. مارس 1921 في الإسكندرية، عروس البحر المتوسط مدينة السحر والجمال، اتولد السيد أحمد السيد طه الشهير بأحمد لوكسور. وزي ما بيقولوا الأحلام الكبيرة بتبدأ من أماكن بسيطة، وده كان حال أحمد لوكسور اللي من صغره وهو بيحب الفن. موهبته بدأت تتشكل وهو لسه طفل صغير في المدرسة لما كان بيشارك في المسرح المدرسي، ورغم إن أسرته كانت بسيطة لكنه كان دايما شايف إن الفن هو طريقه. وفي يوم من الأيام قرر إنه يحقق حلمه، وبدل ما يبقى موظف حكومي زي ما كان عايز والده، التحق بمعهد التمثيل في القاهرة. لوكسور كان موظف في مصلحة المواني والمنائر في الإسكندرية، لكن لما اتخذ قرار إنه يتفرغ لموهبته سافر للقاهرة واشتغل في مصلحة الطرق والكباري جنب معهد التمثيل. أحمد لوكسور كان عارف إن النجاح مش بيجي بالسهولة، وكان عارف إن الموهبة لوحدها مش كفاية، فاجتهد وبدأ يطور من موهبته في المعهد، وبدأ يشتغل على نفسه عشان يكون فنان شامل. في 1952 أحمد لوكسور خد أول خطوة في مشواره الفني لما شارك في فيلم المنزل رقم 13. صحيح دوره كان صغير وما كانش قدام الكاميرا طول الوقت، لكن زي ما بيقولوا أول خطوة بتحدد الطريق. الدور البسيط ده فتح له باب لعالم السينما اللي بقى جزء كبير من حياته بعد كده. بعد تخرجه من معهد التمثيل سنة 1955 بدأ لوكسور يدخل بقوة لعالم الفن، وشارك في أفلام زادت من شهرته زي سيجارة وكاس، تجار الموت، لن أبكي أبدا. والمميز إنه كان قادر يسيب بصمة حتى لو دوره صغير، وده اللي خلى الجمهور يبدأ يلاحظ وجوده. لكن التحول الحقيقي ليه كان في فيلم بين السماء والأرض اللي أخرجه صلاح أبو سيف، وبقى من أهم الأفلام في السينما المصرية. ولوكسور كان جزء من النجاح ده. هو دوره بسيط لكنه كان مؤثر ونجح إنه يجذب الأنظار ليه. الفيلم ده كان بداية لمرحلة جديدة في مشواره الفني، وكان سبب إنه يبدأ يتواجد أكتر في السينما المصرية. رينود دي شاتيون. أحمد لوكسور لما قدم الدور ده في فيلم الناصر صلاح الدين قدر يثبت نفسه كممثل من العيار الثقيل. الفيلم ده كان من علامات الفارقة في تاريخ السينما المصرية، ولما بنشوف أحمد لوكسور في الشخصية دي بنحس قد إيه قدرته على تجسيد أدوار تاريخية بتخليه واحد من أفضل الممثلين اللي مروا على السينما المصرية. الشخصية دي كانت بتمثل تحدي كبير ليه، لأنها بتتطلب تجسيد شخصية تاريخية قوية ومعقدة، القائد الصليبي اللي كان بيتصف بالغرور والتحدي وبيواجه صلاح الدين الأيوبي في واحدة من أهم معارك التاريخ. اللي كان مميز في أداء أحمد لوكسور هو قدرته على إظهار الانفعالات العميقة للشخصية دي، اللي كانت بتمثل مزيج من الغرور والتحدي. يوسف شاهين المخرج العبقري كان ليه دور كبير في توجيه أحمد لوكسور لتقديم الأداء القوي ده. شاهين كان بيعرف إزاي يطلع أفضل ما في الممثلين، وده اللي حصل مع لوكسور في الناصر صلاح الدين. الأداء ده مش بس زاد من شعبية أحمد لوكسور، لكنه كمان رسخ مكانته كممثل قادر على تقديم أدوار تاريخية بانفعال وإتقان كبير.
بعد النجاح الكبير اللي حققه لوكسور في الناصر صلاح الدين، قدم واحد من أفضل أدواره اللي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، وده كان في فيلم الشيماء سنة 1972 لما قدم شخصية عبد الله بن أبي سلول اللي كان معروف بنفاقه وخداعه. الشخصية دي كانت مليانة بالتعقيدات لأنها بتجمع بين الكذب والخيانة تحت قناع من النفاق، وأحمد لوكسور قدر إنه يوصل كل ده بطريقة مبهرة وخلى الجمهور يشعر بمكر الشخصية في كل مشهد. الشيماء كان فيلم تاريخي، والنجاح في تقديم أدوار تاريخية بالشكل ده بيحط الفنان في مستوى تاني من النجومية. أحمد لوكسور كان عنده القدرة إنه يدي لكل شخصية أبعاد مختلفة ويخلي الجمهور يتفاعل مع كل تفاصيلها سواء كان الشخص طيب أو شرير. لوكسور ما كانش محصور في الأدوار التاريخية بس، لا ده كمان قدر إنه يتنقل بين الأدوار التاريخية والأدوار الاجتماعية أو حتى التجارية بكل سهولة، وده ظهر بوضوح لما شارك في فيلم سلام يا صاحبي. أحمد قدم دور أمين المساعد المخلص للكينج. الدور ده بقى واحد من الأدوار اللي خلت الجمهور يفتكره لفترة طويلة، ورغم إن الفيلم كان مليان نجوم زي عادل إمام وسعيد صالح، إلا إن أحمد لوكسور عرف يسرق الأضواء في مشاهد كتير، وبفضل أدائه المتميز قدر يسيب أثر قوي عند الجمهور. مظهر أحمد لوكسور الأنيق وملامحه اليونانية اللي ورثها عن أمه كانت دايما بتخليه الأنسب لأدوار النبلاء والأثرياء، سواء في فيلم الأيدي الناعمة لما جسد دور الأمير الأرستقراطي أو في أدواره التانية كوكيل نيابة أو ضابط. لوكسور كان معروف بجملة مشهورة جدا قالها في فيلم السبع بنات: الاسم الجديد اللي انت اخترعته ده اسم ظريف جدا، مسمي نفسك فتحي؟ برافو، اسم جميل شاعري رومانسي تقدر تضحك بيه على عقول البنات الصغيرة. الجملة دي بقت جزء من التراث السينمائي المصري، والناس لحد دلوقتي بتستخدمها بشكل ساخر على السوشيال ميديا. استطاع لوكسور بموهبته إن هو يوصل للعالمية وشارك في 4 أفلام، وهما فيلم كريم ابن الشيخ وهو عمل إيطالي، وفيلم وادي الملوك، وفيلم الخرطوم، وفيلم المعركة الملعونة. التجربة دي خلت أحمد لوكسور يكون واحد من الممثلين المصريين اللي وصلوا للعالمية، وده رغم إن هو ما قدمش ولا مرة دور بطولة مطلقة. وعلى الرغم إن المخرج سعد عرفة كان متجوز أخت أحمد لوكسور، إلا إنهم ما اشتغلوش مع بعض ولا مرة. بس اللي حصل إن لوكسور اشتغل مع ابن أخته المخرج شريف عرفة اللي استعان بيه في دور صغير في فيلم اللعب مع الكبار، وبعد كده اختتم مشواره الفني بفيلم سواق الهانم. أحمد لوكسور توفى بعد عرض الفيلم بحوالي شهرين في 17 مارس 1993، وده كان نهاية رحلة طويلة مليانة نجاحات في عالم الفن. رحيل لوكسور كان خسارة كبيرة للسينما المصرية، لكنه ساب وراه إرث فني كبير بأدوار خالدة في ذاكرة السينما والجمهور. أحمد لوكسور عاش معظم حياته بعيد عن الأضواء والشهرة، لكنه كان دايما موجود في قلوب جمهوره بأعماله المميزة. في النهاية أحمد لوكسور كان مثال للفنان الموهوب اللي مش دايما بياخد حقه في الشهرة أو البطولة المطلقة، لكنه بقى جزء من تاريخ السينما المصرية بأدواره المتميزة. لو فاكر مشهد أو دور للفنان أحمد لوكسور شاركنا بيه في التعليقات، وكمان اكتب لنا عن نجوم منسية تحب إننا نسلط عليهم الضوء ونحكي حكايته. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لكن المتعة ما انتهتش هنا، عندنا فيديوهات تانية لنجوم عاشوا في الظل وآن الأوان نعرف حكايته. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد وتكون دايما جوه الحكاية. سلام.